نصيحه للدوكالي طبعا، نقول له يتلن يرد باله على روحه ويتمرن تمرينات صح. طبعا زي ما تعرف ان الدوله يعني دوره محترفه، تعرف تقدر الرياضي موهوب. نبي يسمع كلام مدربين، نبي يطبق الخطط اللي يقول عليها المدرب، ونبي نسأل سؤال يعني سؤال يعني شخصي بيني وبينه. نبي نعرف ان ليش الدوكالي ما ضموش لمنتخب الشباب لحد دلوقتي، يعني هل خطبوه اتحاد الكوره، هل هو ما جاش؟ يعني حاجه قاعد مستغرب فيها، لان الدوكالي يعني مكانه مضمون في منتخب الشباب، يعني فهمتني؟ نبي يعني جاوبني لو سمحت الدوكالي. نعم، شكرا لك محمد المغربي نجم نادي الاهلي بطرابلس على هذه المداخله. دوكالي، اول شيء خلينا نجاوبوا سؤال محمد المغربي. والله طبعا انا ما نقدرش نغير تفكير الشخص او الاشخاص اللي في الاتحاد العام. طبعا راسلوني وكلموا الشخص اللي كلمهم عليا، طبعا ردوا عليه برد. حتى انا لي الشرف نلعب باسم ليبيا يعني، ولي الشرف نلعب باسم منتخب ليبيا، لكن رد عليه برد ان انا جسمي ضعيف وما نقدر نلعب في هذا المنتخب. وطبعا هذه كل واحد وتفكيره، وبارك الله فيهم، وانا في اي لحظه جاهز ونعطي نقدم لمنتخب بلادي يعني. حلمك انك تلعب في منتخب الجماهيريه؟ حلمي اكيد هذا منتخب بلادي، ونتمنى اني نلعب باسم ليبيا ونشرف ليبيا. طيب دوكالي، الان يعني اتصال من اخوك محمد المغربي وحاول انه يوصل لك يعني انك ترد بالك من نفسك وتحاول تجتهد، ونصايح واهتمام وكلام من نجم زي محمد المغربي، شنو يعني لك؟ والله محمد المغربي لاعب كبير، لاعب ما يختلفوش عليه اثنين. محمد المغربي طبعا من قبل هو ينصح فيا وبارك الله فيه، وطبعا انا ناخذ في نصائح اللي نشوف فيهم قدامي، ناخذ في نصائح اللاعبين الكبار وبارك الله فيه، ونشكر على المداخله محمد المغربي، ونقول له ان شاء الله موفق وتوفق في المباراه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. دوكالي، اللعب مع عده منتخبات وعده انديه، سواء كانت مثلا البرازيل او برشلونه او الانتر او غانا، يعني لعبت مجموعه، شو اللي ضافت هذه المباريات للدوكالي؟ والله الحمد لله لعبنا قريب 6 أو 7 مباريات مع افريقيا كبيره لها اسم في العالم. لعبنا مع مبارتين مع البرازيل، ولعبنا مبارتين مع برشلونه وسبورت لشبونه ومانشستر. طبعا كانت نتائج المباريات كلها ايجابيه والحمد لله. وطبعا ناخذ خبره زي ما قال محمد المغربي، نستفيد من المباريات هذه ونحتك بهم ونقدم مستوى احسن من اللي كنت فيه أنا في المستقبل ان شاء الله. طيب الان في مداخله حتاخذها انت وحتستقبلها من نجم كبير، نجم عنده تاريخ، نجم حقيقة كتب بحروف من ذهب اسمه في الكرة الليبية. تاخذ انت المكالمة دوكالي، واذا كان ما عرفتهاش اكيد حنعرفك به. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا استاذ. مرحبا، كيف حالك يا حال صحتك؟ وانا في ليبيا ان شاء الله. الله يانسك، شكرا بارك الله فيك. الله يسلمك. نجم الكرة الليبية الأستاذ فوز العيساوي، صباحك سعيد ويومك أطيب إن شاء الله. نهاركم مبارك ونهاركم مسعد إن شاء الله. إن شاء الله. الدوكالي، الصيد الدوكالي الآن هو ضيف صباح الشبابية. توقعات بمثل هذه العطاءات وكل هذه المراحل اللي يمر بها الآن الدوكالي، هو في مرحلة البداية إن صحت التعبير وفي حياته، مش اللي المتوقع من كل هذه الإمكانيات المتوفرة له الآن؟ والله طبعا اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا في هذا الصباح طبعا مبارك نحب نهنيك ونهني طبعا لاعبنا الصغير طبعا الدوكالي، اللي الحقيقه اكيد طبعا هو مر مرحله، يعني مرحله كبدايه كلاعب طبعا، وقضى الاساسيات اللي نحن ربما يعني نفتقدها هنا في ليبيا في السنوات الاخيره. لكن نتمنى أن يكون إضافة طبعا جديدة للاعبين، وبالذات نحن مقبلين إن شاء الله على بطولة أفريقيا للشباب، ويكون مستواه يعني طبعا أكيد، وأنا متأكد من الشيء هذا أنه يكون مستواه راقي جدا. بس أستاذ فوزي سامحني، يعني أنت توصلت لكلمة بطولة أفريقيا للشباب الآن. هو بالنسبة لدوكالي، وأنت الآن حكيت على إمكانياته وقلت أنه يعني ما شاء الله. الآن دوكالي يقول أن اتحاد الكرة رفض أنه ينضم إلى منتخب الشباب. دوكالي
والله بالنسبة بالنسبة لنا بحسب وجهة نظري إذا كان طبعا إمكانيات الفنية جيدة ويفترض أن يكون حتى في متابعة من قبل طبعا المدرب، يعني أول شيء بالنسبة للمدرب أنه لازم أنه طبعا يحاول أنه يستفيد من إمكانيات هذا اللاعب، وأكيد حيكون إضافة بالنسبة لنا نحن، لأن نحن طبعا في حاجة إلى اللاعبين طبعا تمرسوا وخذوا أساسيات جيدة في الأكاديميات اللي الآن موجودة في معظم الدول، سواء في الدول العربية أو سواء في الدول الأوروبية. نعم. ونرى طبعا اللاعب هذا حيكون له قيمة طبعا ذاتية، لأنه هو ما زال في بدايته الرياضية، وإن شاء الله يكون يعني دافع جيد بالنسبة لنا نحن، وليش ما نستفيدوش منه يعني طالما أنه يملك إمكانيات جيدة. فاللاعب يعني الموهوب واللي يملك إمكانيات لازم يكون، وأنا طبعا دائما راهو نحس أن لازم اللاعبين الليبيين أن يكون لهم تواجد في خارج ليبيا. نعم. لأن في خارج ليبيا حيبانوا أكثر وحيستفيدوا أكثر من إمكانياتهم، والشيء هذا يعود راهو عليه. نعم أكيد في المستقبل. نعم أكيد. النجم فوزي العيساوي احنا نتمنى زي ما قلت حضرتك، شكرا جزيلا لك. محمد الدكالي، يعني أنا لما يعني شعوري كالآن يعني في بداية طريقي، ولما يعني تكون فيه كلام مثلا الآن كنا نتكلم على محمد المغربي، الآن فوزي العيساوي اسم مقتنع تماما الرجل بإمكانياتك بمواهبك ويتحدث عليك بهالشكل هذا. أنا نبي نوصل للحس اللي داخل يشعر به الدكالي أمام كل هذه القناعة الحقيقية من لاعب زي فوزي العيساوي بموهبة الدكالي. والله شكرا على اتصالك استاذ فوزي. طبعا استاذ فوزي العيساوي، طبعا انا طلعت وما شفتش فوزي العيساوي، لكن شفت الفيديوهات، شفت اللقطات لاستاذ فوزي العيساوي. لاعب كبير، لاعب شرف اسم ليبيا في المنتخب، وطبعا الاحساس اللي حسيت بيني طبعا لاعب زي هذا يقول علي كلام زي هيك يعطيني باور لي انا، والحمد لله ان شاء الله نوصل للمستوى اللي قدمه استاذ فوزي العيساوي لمنتخب ليبيا ان شاء الله. دكالي، كلمه حابب توجهها لجماهير الليبيه، جماهير النادي الاهلي، لجماهير اللي تتابع فيك، اللي تشاهد فيك، اللي تتابع فيك عبر اليوتيوب وتتفرج على فيديوهاتك وانت ما زلت اصغر من هيك؟ والله الحب من عند الله اولا، وبارك الله فيهم اللي شاهدوا فيا ويتابعوا في اخباري، ولكل الجماهير الليبيه وخاصه جمهور النادي الاهلي نقدم لهم تحيه بمناسبه هذا البرنامج، ونقول لهم بارك الله فيكم اللي كانوا متابعين للدكالي اينما كان، وان شاء الله نكون عند حسن ظنهم، وان شاء الله يا رب ان شاء الله نرفع شعار ليبيا وشعار النادي الاهلي ان شاء الله. الدكالي، الصيد الدكالي، نجم ليبيا الصاعد الواعد اللي نتمنى لك مستقبل حقيقة كبير جدا في مجال كرة القدم. شكرا ليك وشكرا لحسن انك انت قبلت تكون ضيف معنا حقيقة، واسينا اذا قصرنا معك. نعم شكرا بارك الله فيكم، وشكرا لقناة الشبابية وبرنامج صباح المنوع اللي استضافتها لي. شكرا بارك الله فيك بارك الله. مشاهدينا الكرام، طبعا وصلنا لنهاية فقرتنا او حلقتنا لهذا اليوم. شكرا للزميل فيصل الصبعي لما قام به من مجهودات لاعداد هذه الفقرة. اكيد حلقتنا هذه الأخيرة في عام 2010. نلتقي بكم في حلقات قادمة في عام 2011. دمتم في رحاب الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لكم.